فجاه واحد بيخبط عربيته، ولما بينزل بيلاقي الفانوس مكسور وبيقول له ده ب 500 دولار هتديهم له ولا اتصل بالبوليس. وبيخاف اول ما بيسمع كلمه البوليس، وبيقول له خلاص هديك 1000 دولار بس ما تكلمش البوليس. وبيقول للبنت اللي معاه اكتب له شيك ب 1000 دولار. وبعد ما بتكتب له الشيك وبتديهوله بيقرا اللي مكتوب فيه، وهو ماشي بيلاقي ان هي كاتبه له انها في خطر، فبيعرف انها مخطوفه. وبيرجع بيقول له خلاص مش عايز فلوس، انا عايز اتصل بالبوليس. وبقول له ليه؟ وبقول انا حر. وبيتصل بالبوليس وبقول لهم ان في حادثه، وبقول انا هجيب قهوه لحد ما البوليس يجي وهجيب لك معايا. ولولا بيكون بيعمل كده عشان ينقذ البنت. ولما بيجيب القهوه بيحط له فيها مخدر من غير ما ياخد باله عشان ما يقدرش يتكلم قدام البوليس. ولما بيشرب منها بعد دقايق بيبدا يدوخ، وبيوصل البوليس وبيقول في ايه، بس هو ما بيعرفش يتكلم وكان هيقع، بس بيقول ان البنت في خطر. ولا بيقول ده شكله سكران وبيخرف. فالظابط بيسال البنت انت كويسه؟ وبتقول له اه، عشان لو قالت على الحقيقه ممكن الظابط ما يقبضش عليه ويعذب فيها اكتر. ولما الظابط بيروح يمشي بيلاقي مكتوب على الكوبايه برضه ان الولاد اللي معاه خاطفني. والظابط اول ما بيقرا الكلمه دي بيقبض عليه على طول. وبعد شهر لما بيتاكدوا انه خاطفها بياخد 7 سنين سجن.